سنة 1944 في قبو مظلم جوه سجن من السجون الألمانية كان في راجل قاعد وحده، لا سياسي ولا جندي ولا حتى نازي، ملامحه هادية لكن وراه سنين من الصفقات وأوراق ما بين البنوك والدبابات. لما سأله ضابط السجن انت ايه اللي جابك هنا؟ ده انت كنت بطل قومي. بص له وقال له بابتسامة انا وقعت في الفخ اللي انا حطيته بنفسي. مين هو الراجل ده وازاي انقذ اقتصاد دولة ميتة وبنفس الادوات جهزها لاكبر حرب عرفتها البشرية؟ معانا ومعاكم قيصر الاقتصاد الألماني هالمر شخت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ اتمنى انك تكون بخير. لو اول مره تشوفني فانا احمد، بقدم لك هنا في القناه محتوى عن اقتصاد، سياسه، شركات، هيكلوا العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ارجو انك تشترك معايا في القناه وتعمل لايك. ويلا نبدا حلقه النهارده. اسمه بالكامل هالمر هوراس جريف شخت. اتولد سنه 1877 في مدينه تونينج في شمال المانيا. الاب كان موظف بسيط في قطاع التجاره واشتغل له شويه في البعثات الدبلوماسيه. العيله كانت من الطبقه الوسطى المحترمه، لا فقراء ولا اغنياء. ابوه كان عنده اتصالات مع نخب سياسيه وتجاريه بره المانيا وجواها، وده زرع في الطفل هالمر فكره ان العلاقات اهم من اي حاجه تانية، زائد ان من صغره وهو بيعشق الفلوس، حسابات، تفاوض، ما كانش بيفكر زي بقيه الاطفال. كان دايما بيدور على مين اللي بيكسب ومين اللي بيتحكم. كان عنده قدره خاصه على اقناع الناس والتقرب من الاقوياء. حتى في المدرسه بتاعته كان دايما بيحاول يصاحب المدرسين المؤثرين واولاد الاغنياء، بحيث يعني لو احتاجهم كده ولا كده في مصلحه يكون عارف ناس تحل، مش هلا والله بالعيال وخلاص. وفي شبابه درس الاقتصاد والتمويل في جامعات زي كيل وبرلين وميونخ، عشان بعد تخرجه مباشره يبدا يشتغل في بنك صغير، وبسرعه جدا يقدر يعمل شبكه علاقات مع كبار السياسيين والممولين في الحكومه الالمانيه. كان عنده كاريزما وثقه بالنفس حاجه جامده، يعني بيفهم في نفسيه النخب، وده اداله امكانيه انه يظهر في اجتماعات مهمه حتى وهو لسه موظف صغير. ففي الوقت اللي في ناس كانت بتحلم بمجرد وظيفه، اي وظيفه مهما كانت، هو كان بيبني شبكه معارف وسط البيروقراطيين، رجال صناعه، ملاك بنوك، سياسيين، رجال اعمال، الناس اللي معاها فلوس من الاخر. كان مؤمن بمبدا مفيش حاجه اسمها اقتصاد ناجح بدون سياسه داعمه، والسياسه عمرها ما هتشتغل من غير رجال المال. وتيجي الحرب العالميه الاولى في 1914 وتكون دي اول مره الحكومه الالمانيه تاخد بالها منه بجد. كان بيشتغل في دريسدنر بانك وبدا يظهر براعه نادره في التعامل مع ازمات العمله، فتوسعت علاقاته وبدا يدخل في دوائر القرار المالي في برلين، وبقى واحد من الوجوه الصاعده في المجال. لكن رسميا في يونيو 1919 تحديدا في فرنسا قصر فرساي تخسر المانيا الحرب وتروح هناك عشان توقع معاهده فرساي، اللي في نفس المكان ده من سنين كان بيشهد انتصارات فرنسا، دلوقتي هيشهد اذلال امه بحالها. الوفد الالماني بقياده وزير الخارجيه هيرمان مولر والمحامي يوهان سبيل دخل القاعه، لكن مش على طاوله المفاوضات، دول دخلوها وهم مش مسمح لهم يتكلموا، لا يفاوضوا ولا حتى يعارضوا. الاوامر كانت واضحه وصريحه، انت جاي هنا تسمع وتوقع وتمشي، لا تعترض ولا تناقش. ما كانش في كراسي في قصر فرساي المهيب عشان يقعدوا عليه. طول الاجتماعات الالمان كانوا واقفين، بينما وفود فرنسا وبريطانيا وامريكا قاعدين بكل اريحيه. كانت رساله نفسيه مضمونها انتوا الخاسرين ودي محكمتكم مش مفاوضه. ما كانش مسموح لهم يردوا على البنود قبل التوقيع، تم تسليمهم الوثيقه واتقال لهم عندكم اسبوع تقرروا توافقوا، مفيش لا تفاوض ولا تعديل. ولما بدا بعض اعضاء الوفد ينهار نفسيا قال لهم اللورد كليمنس رئيس وزراء فرنسا المانيا يجب ان تجبر على تقبيل الحذاء الذي داست به على اوروبا. المؤرخين بيقولوا ان واحد من اعضاء الوفد بعد ما خرج من الاجتماع قال كنا واقفين زي الخدم بنشوف بعينينا ازاي وطننا بيسبح بسكينه القانون. وقت المؤتمر بقى شخت ما كانش لسه في منصب رسمي للدوله، لكن كان شغال في بنك دريزندر وبيحضر اجتماعات غير مباشره كمستشار مالي غير رسمي. كان من النخبه اللي بترتب خلف الكواليس، عنده شبكه علاقات مع رجال السياسه والبنوك الدوليه. وعلى الرغم انه ما كانش جزء من الوفد اللي راح مضى معاهده فرساي، لكن كان على اتصال بالوفد من خلال القنوات البنكيه والسياسيه، بيتابع كل اللي بيحصل لحظه بلحظه. والحادثه دي زرعت في اعماقه شعور بالعار وحفزت عنده الرغبه للصقر من الحلفاء، فبدا يكرر بعدها في كتاباته ان الاقتصاد هو ساحه الحرب الجديده، والمعركه الحقيقيه مش هتبقى بالبندقيه، ده بالعمله. سنه بقى 1922 23 المانيا كانت بتعيش اسوأ ازمه اقتصاديه في تاريخها الحديث. رودولف هافرشتاين كان رئيس بنك الرايخ من سنه 1908 لحد 1923، ووقت ازمه التضخم كان مصر ان طبع الفلوس هو الحل الوحيد للازمه ورافض اي خطط بديله، وعناده ده تسبب في واحده من اكبر الكوارث التضخميه في التاريخ، لدرجه ان سعر الدولار مقابل المارك وصل في نوفمبر 1923 ل 4 مليار و200 مليون مارك لكل دولار. رغيف العيش كان بيتضاعف ثمنه كل يوم، الناس كانت بتولع في الفلوس عشان تتدفى مش عشان يشتروا بيها اكل، والحكومه فضلت تطبع فلوس عشان تدفع تعويضات الحرب لحد ما العمله فقدت قيمتها تماما. وهالمر شخص ما قدرش يسكت وبدا يكتب مقالات ناريه في الصحف الاقتصاديه ويبعت مذكرات سريه لوزراء الحكومه بيهاجم فيها سياسه الطابع المجنونه ويقترح حلول فنيه وتقنيه لانقاذ الاقتصاد. ولحسن الحظ ان هانز لوسر واحد من الناس اللي كان عمال يتعرف عليهم كان وقتها وزير الاقتصاد وبعدين هيبقى مستشار المانيا. هانز لوسر ده بقى كان شايف في شخط عبقريه حقيقيه
حقيقيه، وقال عنه لو في شخص قادر يوقف التضخم المجنون ده فهو شخص. لكن كان في مشكله، منصب رئيس بنك الرايخ ما كانش فاضي وقتها زي ما قلنا، وكان لسه تحت قياده هافشتاين الراجل اللي بيطبع فلوس زي المغبول، وفي نفس الوقت ما يقدرش يعزله، لان منصب رئيس البنك المركزي في اي دوله في العالم حتى الان ما ينفعش اي سلطه من الدوله تعزله كده وخلاص، لازما هو يا اما يموت او يستقيل. لذلك هانز لوثر راح عمل بنك مؤقت موازي اسمه ريتن مارك بنك، وعين عليه شخط في نوفمبر 1923. يعني شخط ما خدش منصب هافشتاين رسميا، لكن فعليا سحب البساط من تحت رجليه. وكانت فكرته هي اصدار عمله جديده الريتن مارك اللي هيغطيها بالاراضي والعقارات بدل الذهب، فاوقف الطباعه وسحب المارك القديم من السوق تدريجيا، وقدم الريتن مارك كعمله مستقره ليها قيمه حقيقيه. وقال لك ايه، عمله الريتن مارك نجحت نجاح ساحق، والجرايد بقت تشيد بشخط في كل حته. واول ما شاف هافشتاين اللي بيحصل قدامه في غضون ايام، وبعض الروايات غير الرسميه خاصه من الصحف وقتها قالت ان هافشتاين وصف نفسه بابو التضخم، ووصف الشخط بابو المعجزه النقديه، عشان في 20 نوفمبر 1923 يموت هافشتاين فجاه بنوبه قلبيه، اللي بعض المؤرخين قالوا انها كانت بسبب الضغط النفسي الكبير اللي وقع عليه بعد ما شاف ان كل اللي كان بيعمله كان غلط، وان البلد اتصلحت في غضون ايام على ايد شاب ما كانش حد بياخد كلامه بجديه. وكده الطريق قدام شخط بقى مفتوح تماما لرئاسه البنك المركزي. فبعد ما اثبت عبقريته في الريتن مارك بنك في مارس 1924 الحكومه الالمانيه ما قدرتش انها تتجاهل نجاحه، فعينته رسميا رئيس لبنك الرايخ. وكده بقى عنده سلطه انه يسيطر على المعروض النقدي، ويتفاوض مع البنوك الاجنبيه، ويحدد سياسات سعر الصرف والفايده، زائد وخلي بالك من الاخيره دي ينسق مع الحكومه ويعارضها لو شايف انها ماشيه غلط في قرار اقتصادي ما. عشان في نفس السنه 1924 تظهر خطه داوس بلان من امريكا، ودي كانت بعد ما المانيا انهارت اقتصاديا بسبب التضخم اللي انقذها منه شخص. امريكا واوروبا قالوا احنا عايزين تعويضات، بس البلد دي هتموت، ولو ماتت مش هناخد فلوس. فقرروا يعملوا حل وسط اسمه خطه داوس. مضمونها كان ان امريكا هتدي المانيا قروض ضخمه تقدر ب 800 مليون مارك تقريبا. القروض دي هتروح للمشاريع الانتاجيه والبنوك، والناتج هيتم استخدامه لدفع تعويضات الحرب لبريطانيا وفرنسا. يعني ببساطه امريكا تدي فلوس لالمانيا، المانيا تشتغل بالفلوس دي وتكسب وتدفع لاوروبا فلوس الحرب. بس ايه، بحذر. شخط كان شايف ان ده حل مؤقت، وان القروض دي مش هديه لا مؤاخذه، دي سلاح ناعم بيخلي الاقتصاد الالماني تحت رحمه امريكا. وفضلوا ماشيين بالخطه دي شويه لحد سنه 1929. و1929 يعني اقتصاد عظيم وانهيارات شركات ودول وخراب على الكل. يا بالك بقى دوله تدفع تعويضات حرب بقى لها 14 سنه تقريبا. فايه هنعمل ايه يا حلفاء؟ قال لك اطلع لي بخطه يانج، ودي كانت اسوأ في نظر شخط من داوس، لانها بتخنق المانيا على المدى الطويل. خفضت اجمالي التعويضات لكن على فترات اطول تقدر ب 59 سنه، زائد فرض رقابه دوليه دائمه على بنك الرايخ نفسه، زائد البنود اللي قالت ان اي تقصير في الدفع يعني تدخل فوري من بريطانيا وفرنسا اقتصاديا. فشخط قال لك يعني ايه ندفع الاعداء لمده 59 سنه؟ ده احنا كده هنفضل خاضعين ليهم لحد الاطفال اللي لسه ما اتولدوش. لكن الحكومه كانت راضيه وموافقه، وشخط هو اللي رافض. الشخط كان بيتكلم انجليزي وفرنساوي بطلاقه، تلاقيه دايما في المؤتمرات الدوليه، فامريكا وبريطانيا حبوه جدا وقالوا ان ده الراجل الوحيد في المانيا اللي نقدر نتفاهم معاه بالعقل. كانوا شايفينه وكيل توازن داخل المانيا، خصوصا انه ما كانش لا شيوعي ولا نازي. فبالنسبه للشعب بدا يظهر كانه وكيل الغرب، هو ده الشخص اللي دخل امريكا جوه اقتصادنا. في ناس شايفين انه عندهم بطل قومي، بس على الناحيه الثانيه بيقعد مع الاعداء وبيخططوا ضد المانيا. واعداء السياسيين بقى لعبوها صح. الاشتراكيين قالوا ان ده بيخنق الفقراء لصالح البنوك، والقوميين قالوا ده خلى المانيا تحت جزمه امريكا. وصفوه بخادم المال، وكيل امريكا، قيصر الجوع، وان التقشف اللي فرضوا عشان يساعد قيمه المارك فرضوا عشان يربح هو اللي زيه من رجال الاعمال. اما بالنسبه للعمال والفقراء فدول يموتوا من الجوع عادي. وكانت خطه يانج القشه اللي قسمت ظهر البعير. شخط شايف ان الخطه بترهن الاقتصاد الالماني لمده طويله، ومع ذلك الدوله وقعت. وايه هو اللي بيلام من الشعب واحزاب المعارضه. فقال لك حرفيا مش هكون الحارس على سجن بنيناه بايدينا. ولما شاف ان الاحزاب كلها بتهاجمه ليل نهار وان شغله مفهوم غلط، اي خطه يعملها الناس بتفسرها انها خضوع للغرب. قام جاي مستقيل وقال لك في استقالته لن اكون موظفا في جهاز لا يثق بي ولا اؤمن انا بتوجهاته، عشان في مارس 1930 يعلن استقالته رسميا من بنك الرايخ ويسيب الساحه الاقتصاديه لالمانيا كلها. في لحظه كان ممكن يستمر فيها لكنه اختار انه يختفي. بعد استقالته بقى قرر يعمل حاجات غريبه على شخصيه مصرفي، فبدا رحلات حول العالم، فرنسا، انجلترا، تركيا، امريكا، الشرق الاوسط والهند. وهدفه ما كانش مجرد سياحه، ده كان بيدور
بيدور على افكار اقتصاديه بديله وحلول عالميه لازمه الراسماليه اللي كانت داخله على كساد. عشان في نفس الوقت ده في بافاريا سجين سابق اسمه ادولف هتلر بيكتب كتاب اسمه باين كامب كفاحي. شخط قرا النسخه الاولى في 1930 اثناء رحلاته، ومش معروف يقينا اذا كان هتلر هو اللي بعت له النسخه ولا هو اللي طلبها بنفسه، لكن اللي نعرفه بالظبط ان شخط انبهر بحاجه واحده بس في الكتاب، وهي الهجوم على معاهده فرساي. اختلف مع هتلر على كل حاجه تقريبا كانت مكتوبه الا في رايه عن الذل اللي قبلوه بعد الحرب. قام هيرمان جورينج مساعد هتلر ظبط لقاء ما بينها وبين بعض في احد فنادق برلين، ومش معروف بالظبط التاريخ كان امتى بالظبط، لكن هو ما بين 1931 ل 1932. المهم ان هم اتقابلوا. هتلر وقتها ما كانش لسه وصل للسلطه، لكن كان نجم صاعد وبقوه، وشخط جابها لهتلر بصراحه كده: انا ما بحبكش كسياسي، لكن عاجبني فيك حسك بالخطر الشديد اللي بنواجهه بعد معاهده فرساي. وهتلر رد عليه: وانا محتاج لعقل زي عقلك يترجم الاحساس بالخطر ده لارقام. وده لان سنه 1932 المانيا كانتش لسه طلعت من ازمه الكساد العظيم، موحوله فيه ملايين العاطلين، الجوع في كل حته، السياسيين مش لاقيين حل، وكل يوم حكومه بتقع وتيجي حكومه غيرها. في نفس الوقت اللي هتلر كان بيصعد في الشارع كزعيم شعبي بيدعو للمساواه وتوزيع الثروات وكل حاجه حلوه قلبك يحبها، ما عملش منها اي حاجه بعد ما تولى. والسياسيين كانوا شايفينه كخطر، وتحالفه مع اسم زي شخط هيأثر على الساحه السياسيه لدرجه كبيره. وشخط كان مقتنع ان النظام البرلماني نظام فاشل، وان البلد محتاجه القبضه تنقذها، فقالك الديمقراطيه لا تبني مصانع ولا توقف تضخم ولا ترد للناس كرامتهم. وبدا يدعم هتلر مش من باب الايمان لكن من باب الضروره، احنا محتاجين راجل زي ده عشان نطلع من اللي احنا فيه. فكتب رساله علنيه لرئيس المانيا هندنبرج يطالب فيها بتعيين هتلر كمستشار، وراح له بنفسه وقال له: عين هتلر وانا هكون ضامن عليه اقتصاديا. اقنع رجال الاعمال الكبار زي كروب ويتسون ان هتلر مش خطر، ده حل مؤقت للسيطره على الشارع، عشان في يناير 1933 يسيطر هتلر على الحكومه ويبقى مستشار الماني. وشخط يرجع رسميا للحلبه بعد توليه هتلر ب3 شهور بالظبط في مارس 1933 بتعيينه مره ثانيه كرئيس لبنك الرايخ. وفي 1934 يضم كمان وزاره الاقتصاد لنفسه، وبكده بقى معاه سلطات الاشراف على البنوك والتمويل وتحديد استراتيجيات التصدير والاستيراد وتوقيع العقود الدوليه وطبع الفلوس. وهتلر من البدايه كان واضح جدا في هدفه للناس اللي عارفاه: اعاده تسليح المانيا اولويه فوق اي اولويات تانية. بس المشكله المانيا كانت مفلسه والميزانيه لا تسمح ابدا لحاجه زي كده، ناهيك عن العقوبات المفروضه من معاهده فرساي اللي بتمنع رسميا المانيا من اي تسليح تقيل، فكان لازم كل حاجه تحصل بشكل غير رسمي ومخفي. فراح هتلر لشخط واقف قدامه وقال له: انا عايز جيش. فرد عليه شخط وقال له: مين اللي هيدفع؟ البنك مفلس سعادتك، والميزانيه الرسميه لا تسمح حتى ببناء جراج، مش مصنع دبابات ولا طيارات. فقال له: اعمل لي اي حاجه وهات لي فلوس ابني بيها الجيش. وشخط شاف دي رد كرامه للي حصل زمان في معاهده فرساي، وقرر انه يساعد هتلر في تسليح الجيش وتوفير الاموال ليه. وقعد فكر مع نفسه كده شويه وقام جايب انشاء شركه اسمها ميفو، لا ليها مكاتب ولا موظفين ولا ورق، لكنها بقت القلب النابض لاقتصاد المانيا النازيه. ميفو تصدر فواتير اسمها ميفو بيلز، حاجه كده شبه المستندات الماليه، والحكومه تديها للشركات اللي بتصنع الدبابات والذخيره والطيارات. الشركات تقبل الفواتير دي وتبدا تشتغل كانها فلوس. كروب تصنع مدافع، مرسيدس تنتج شاحنات للجيش، اي جي فوربن تخلط الكيماويات للمجهود الحربي وتوفر الوقود والبترول اللازم لتشغيل آلة الحرب الالمانيه. بعدها الشركات تروح للبنك المركزي تقول له: عايزين نحول الفواتير اللي معانا دي لفلوس حقيقيه. فيقوم البنك المركزي كده في الخباثه يطبع له القرشين اللي هم عايزينهم ويدوهم، وبكده الشركات بتقتنع ان فعلا الفواتير دي بتساوي فلوس، فتنتج اكتر وتثق في الحكومه اكتر واكتر. هتقول لي: ما هو كده البنك هيطبع فلوس من غير حاجه يستند عليها زي الذهب او العقار، وهنرجع للمشكله اللي كانت بتواجهنا زمان، التضخم. هقول لك: لا، مفيش تضخم ولا حاجه، لان كل الفلوس اللي بتطبع رايحه لمصانع السلاح مش للاستهلاك الشعبي، فالفلوس اللي هطبعها هتكون مني للمصنع، مفيش فلوس بيتم تداولها في السوق التجاري للشعب. عشان بعد 6 شهور بالظبط هتلر يبقى قاعد على مكتبه وفي ملف يتفتح قدامه: 2000 دبابه تحت الانتاج، 1200 طياره جاهزين، ملايين العمال رجعوا للشغل، والاقتصاد بينتعش واحده واحده. لكن شخط بيقف قدامه ببرود قاتل ويقول له: الجيش اللي طلبته قيد التصنيع، بس افتكر السحر ده ليه ميعاد صلاحيه. فهتلر بيرد عليه ويقول له: انا مش محتاجه يدوم، انا محتاجه بس يفضل شغال لحد ما الحرب تبدا. وده لان السندات كانت ديون مؤجله، يعني قنبله اقتصاديه موقوته ممكن تنفجر في اي لحظه. الخطه كانت ناجحه بس لو تم تحويل الاقتصاد بالكامل لصالح الحرب، ولو حصل تباطؤ او منع دولي الاقتصاد هينهار فورا. ورغم ان شخط كان هو اللي مول التسليح الالماني، لكن في اعماقه كان شايف ان الاقتصاد لازم يكون عقلاني مش نازي ومتطرف، لازم يفضل متوازن ومستقر، والمانيا لازم تكون جزء من الاقتصاد العالمي. وكان ضد سياسات العنصريه والعنف السياسي اللي زاد في الحزب النازي. بعد 1936 هتلر بقى يتدخل في كل حاجه صغيره وكبيره، الاقتصاد اصبح موجه تماما نحو الحرب. وشخط بدا يرفض بعض اوامر هتلر، خاصه المتعلقه بزياده الانفاق العسكري فوق الحد المسموح، زائد انه رفض بيع سندات ميفو جديده فوق قدره البنك
المركزي على التحمل، وعارض تصفيه الشركات اليهوديه والاستيلاء على ممتلكاتهم، زائد انه كان ضد مشاريع هتلر التوسعيه اللي بدون غطاء اقتصادي. ما تروحش انت تحتل لي الدول وانت ما عندكش اقتصاد حرب يمول الجيش. انت دلوقتي احتليت دوله كامله، عايز بقى الجيش يقعد في الدوله دي، والجيش ده عايز مصاريف وتمويل عسكريه لحظه بلحظه. فانت رحت احتليت لي الدوله وفتحتها، تمام ماشي، ما عندكش اي مشكله، بس ترجع لي مع الجيش او تسيبه هناك شويه مقاومه شعبيه يطلعوه بره الدوله تاني. فانا لا مؤاخذه كده عملت ايه؟ انا باحتلالك دوله ورجوعها مره تانيه لاهلها. عشان في 1937 هتلر بدا يتضايق منه جدا ويقلل من سلطته في وزاره الاقتصاد، ويعين واحد اسمه فالتر فون كيربر مساعد ليه، وبعد كده يديله الوزاره بالكامل. عشان في 1939 يتم عزل شخط من رئاسه البنك المركزي بالكامل ويتحول رسميا لمستشار فخري بدون صلاحيات. شخط نفسه وصف الوضع وقال لك تحولت من صانع معجزات لديكور على الحائط. وبدا يتواصل مع بعض كبار الضباط والسياسيين اللي كانوا ضد هتلر، خصوصا بعد ما حسوا ان الهزيمه جايه وان هتلر والحزب النازي ايامهم بقت معدوده خلاص. وشارك بشكل غير مباشر في تحركات محاوله اغتيال هتلر في 20 يوليو 1944. وبعد فشل محاوله الاغتيال النازيين قبضوا على كل اللي ليه صله بالمؤامره، وشخط كان من ضمن اللي تم القبض عليهم في اغسطس 1944 واتسجن في معسكر اعتقال داخلي، وبعدين نقلوا له معسكر دخاو وكانوا بيستعدوا لاعدامه قبل نهايه الحرب. بعد هزيمه بقى المانيا في 1945 الحلفاء قبضوا عليه وادوا له محكمه نورنبرج كمتهم بجرائم ضد الانسانيه، لكن شخط اعترف بوضوح انه كان بيعارض تماما سياسات هتلر من بعد 1937 وبين انه ما كانش عضو في الحزب النازي ولا شارك في اي جرائم لا ضد المدنيين ولا ضد اليهود، ودافع عنه اقتصاديين امريكان واوروبيين وشهدوا انه حذر من الحرب اكتر من مره. فتم تبرئته بالكامل سنه 1946، لكن فرنسا عرضت القرار. بعد كده الالمان سجنوه محليا بتهمه التربع غير المشروع من دوره يعني قبل الحرب، لكنه خرج بعد سنه. في كتب التاريخ بيظهر اسم هالمر شخط كصانع للمعجزه الالمانيه، الراجل اللي شغل المصانع ومسح البطاله وبنى اقتصاد اقوى من القنابل. لكن لما تسأل هل أنقذ ألمانيا ولا سلمها لهتلر على طبق من ذهب، هتلاقي الصمت هو الجواب الوحيد. شخط ما كانش نازي، لكنه علم النازيين ازاي يحولوا الورق لدبابات والدين لموت. الراجل اللي رفض الدم بس مول السلاح، رفض المجازر بس بنى الأرض اللي وقفت عليها. هالمر شخط من سنة 1970 عن عمره يناهز 93 سنة بهدوء من غير لا محاكمة حقيقية ولا ندم. وبكده يا صديقي أكون نهيت معاك حلقة النهاردة، أرجو إنك تكون استمتعت واستفدت. كان معاك أحمد، سلام.